سر اهتمام المصري القديم ببناء المقابر. كانت المقبرة لدى المصري القديم شيئا مهما جدا، ففيها يحفظ جسده، وفيها يصنع تماثيله، وعلى جدرانها ينقش ويرسم صوره، فضلا عن ذلك أنه يحفظ فيها ما نسميه بالأثاث الجنائزي، وهو كل ما كان يعتقد أنه سوف يحتاج إليه في عالمه الآخر، فضلا عن كون هذه المقبرة المكان الذي تلتقي فيه الروح بالجسد لتحل فيه. لذلك وجدنا المصري القديم يوجه العناية الفائقة لهذه المقبرة، تلك العناية والاهتمام اللذان فاق بكثير عنايته واهتمامه بمنزله الذي يعيش فيه حياته الدنيا. فكانت هذه المقبرة بالنسبة له منزله الأبدي، ومن هنا نراه يبذل كل الجهد وأن تكون مقبرته حصينه منيعه يأمن فيها على جسده وعلى ما يضع فيها من كنوز ونفائس ومتاع دنيوي ثمين. وكان من الطبيعي تتفاوت مقابر المصريين القدماء في أحجامها واشكالها وفيما اشتملت عليه من نفائس ومتاع دنيوي وفقا لمكانه أصحاب هذه المقابر الاجتماعية ودرجها ثرائهم. فمقبرة الملوك تختلف عن مقابر الأمراء والنبلاء، ومقابر هؤلاء تختلف عن مقابر كبار موظفي الدولة، وتأتي بالطبع في المرتبة الأخيرة مقابر طبقه الفقراء والكادحين من المصريين القدماء.